سلايس اوف لايف رانت 18. السوشيال ميديا اكونت مانجر مش خدمه عملاء. لو انت الدور بتاعك ان انت بتاخد الحاجه من الكلاينت تديها للتيمز وخلاص، يبقى اللي موظفك مش فاهم التايتل بتاعك والديسكريبشن، ومش هيساعدك ان انت تتطور، وانت مقصر في حق نفسك. وده هيخليك تتضايق او تبقى فاكر ان الشغلانه دي هي كده بس، فتبدا تدور على حته تانية. لو انت عايز تشتغل في الماركتنج، لا، انت لو عايز تكمل في الماركتنج وتفكيرك عايز تفكر من حته الهاي ليفل وحته الاستراتيجي، فالاكونت مانجر هو التايتل الصح، بس انت في المكان الغلط. الاكونت مانجر المفروض بيعمل ايه؟ انت بتحط الماركتنج استراتيجي بتاع الاكونت اللي معاك، تبدا تحط الجولز، الاهداف اللي انت عايزها للشهر الجاي، للثلاث شهور، للست شهور، للسنه. عندك كامبين رمضان، عندك عيد، عندك باك تو سكول، تبدا تحط البيزنس اوبجكتيفز للحاجات دي كلها. بعد كده بتبدا تشوف هتنفذها ازاي. عشان تعمل كده لازم بتعمل ماركت ريسيرش، تبدا تفهم الماركت، تبدا تفهم الاندستري اللي البراند بتاعتك شغاله فيها، تبدا تبص على الكومبيتيتورز. بعد ما بتخلص ده بقى بتبدا تيفاليويت البراند بتاعك هو موقعه فين من الحاجات دي كلها. انت بتعمل زي الكومبيتيتور ولا بتعمل اقل ولا بتعمل احسن؟ انت ماشي على الترندز اللي موجوده في الماركت ولا انت في سكه مختلفه تماما غلط؟ الاهداف اللي انت حاططها دي منطقيه ان انت توصل لها لشهر او شهرين او ثلاثه او لا؟ فلذلك الاكونت مانجر لازم يبقى عنده ماركتنج باك جراوند، او على الاقل يتعلمها. ليه بقى؟ لان الموجودين دلوقتي هما بيجيبوهم حته، خلينا نتكلم بصراحه، ان شكلهم حلو وان عندهم انجليش حلو. وبدأ الحاجه المستفزه ان انت يبقى شباب صغير لما اكلمهم في الحاجات دي، لا اصل هو انا مش دوري ان انا اعرف الحاجات دي كلها. يعني ايه؟ انت اللي بتتكلم مع الكلاينت، انت اللي بتدي بريف للتيمز اللي جوه. ازاي مش دورك ان انت تبقى فاهم البراند ولا فاهم الماركت ولا فاهم المنافسين ولا فاهم الاندستري؟ انت الريكوست اللي هيجي لك ده اصلا هتعرف منين هو ريكوست فاليد ولا لا؟ يقول لك ما انا هرجع للتيم وهم هيقولوا لي. طب انت كشركه لو سامح بده، وانت ككلاينت ما اتضايقتش بده، وانت شخص مش حاسس ان ده فيه مشكله، دي كارثه كبيره. ليه بقى؟ لان انت اول حاجه الكلاينت بيبدا يعرف ان خلاص الاكونت مانجر بتاعه ده مش فاهم، اللي هو بالبلدي هات لي حد كبير اكلمه. بص يا حبيبي، روح في ريكوست اهو جديد، روح شوف كده مع الناس اللي فاهمه هينفع يتعمل ولا لا. فانت المفروض كشركه يبقى عندك مشكله في ده، وكشخص عندك مشكله في ده. انت كشخص لو انت شايف ان انا هاخد حاجات فيها مشاكل وفيها غلطات واديها للكلاينت، ولما الكلاينت اصل هي الغلطات مش ان الكابشن فيه غلطه، التي او في فيه غلطه، لا، الغلطات ان ممكن يتعمل بيزنس بلان مش ماشي مع الاوبجكتيف بتاعته، فده مين اللي هيلبسها؟ ده انت. فشغلانه الاكونت مانجر مش خدمه عملاء، دي 100% ماركتنج.